السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك غزوة بواط. وكان في غزوة اسمها بواط. طبعا الناس كلها عارفة ان اول غزوة في الاسلام هي غزوة بدر. اللي الناس ما تعرفوش ان كان في غزوتين قبل بدر: الابواء بتاعت الحلقة اللي فاتت وبواط، والاتنين كانوا في السنة التانية من الهجرة. يعني ايه بواط؟ بواط ده كان احد الجبال، وكان موجود في ينبع، وسمي نسبة لجبل جهينة. الغزوة دي وقعت في شهر ربيع الأول في سنة 2 من الهجرة، في سبتمبر سنة 623 ميلادية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 200 من الصحابة علشان يعترض بعير لقريش، وكان المسؤول عن البعير دي أمية بن خلف، وكان معاه 100 من المشركين و2500 من البعير. فبلغ بواط. علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعترض البعير، فأسرعت البعير وسلكت طريق غير الطريق اللي بيمشي منه القوافل. هي سميت بواط علشان المكان اللي وقع فيه اعتراض المسلمين لقافلة قريش. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سعد بن معاذ. أما حامل اللواء كان سعد بن أبي وقاص. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى منطقة بواط لم يلقى أحدا من المشركين، واستطاعت القافلة إنها تهرب من المسلمين وتخش لقريش، وعشان كده لم يحدث قتال بين المسلمين والمشركين في هذه الغزوة. ورجع المسلمين إلى المدينة، علما بأن كفار قريش في الوقت ده كانوا 100 ومعهم 2500 من البعير.